انتقل الى الدكتور خالد البوهي والاستاذ ماجد عبده. والحقيقه يعني ابدا كده بما ورد في ديباجه الدستور. دستور مصر دستور 2012 ورد في الديباجه الرقم او البند 11 بيقول: رياده مصر الفكريه والثقافيه تجسيدا لقواها الناعمه ونموذج اعطاء بحريه مبدعيها ومفكريها وجامعاتها ومجامعها العلميه واللغويه ومراكزها البحثيه وصحافتها وآدابها وفنونها وإعلامها. دكتور خالد، يعني عندما يأتي مثل هذا الأمر متعلق بالثقافة والإعلام في ديباجة دستور جديد، هل له دلالة ما؟ طبعا احنا يعني كمبدعين وكمثقفين بنستشعر نوعا من الاهتمام بالمثقف المصري في أمور لابد أن ينص عليها. هي أمور المثقف المصري عاش عهودا من التهميش، ربما بفعل فاعل وربما من ناحية أخرى نوع من عدم الاهتمام. فحينما ينص على هذه الأدوار الثقافية المهمة جدا، وإن مصر يعني هي التي قدمت الثقافة لكل الشرق الأوسط وكل المحيط العربي وكل يعني حتى الشخصيات الغير مصرية تمصرت. أنت تقرأ جمال الدين الأفغاني كشخصية مصرية تاريخية رغم أنه لم يكن مصريا، لكنه كان تمصر. أنت تقرأ لا وتلاميذه، يعني جمال الدين الأفغاني تلاميذه سعد زغلول، قاسم أمين، محمد عبده، إنما هو يذكر في التاريخ المصري. تمام. محمود سامي البارودي يذكر في التاريخ المصري. يعني ده محمود سامي البارودي ده قصة لوحدها، لأنه ده راجل يعني ترك الوزارة والأبهة في مقابل نصرة الثورة العربية. يعني مين النهارده يعمل هذا يعني؟ فنحن نتحدث عن إن دور مصر، الدور العظيم الثقافي، إنها حتى الغير مصريين قامت بتمصيرهم، وهذا يدل على الوضعية الثقافية للمصريين. كان في نوع من لا أقول ازدراء المثقفين، وإنما أقول نوع من غض الطرف عنهم. لا، نحن يعني يسرنا أن تحدد هذه النقاط بهذه المفردات في دستور مصر. عظيم. هذه النقاط حضرتك اشرت اليها والوارده في الديباجه هي طبعا ليست وارده، وهو امر حقيقي. يعني هو امر حقيقي، يعني الحديث عن الثقافه والاداب والاعلام والفنون وما سمي بقوه مصر الناعمه عندما ياتي في مثل هذه المقدمة. مقدمة الدساتير عادة هي ترجمة صحيح للباعث صحيح على إصدار الدستور. صحيح. ويمكن بقى يعني دعني أقول أنه في فرنسا مثلا اختلفوا على القيمة الإلزامية لديباجة الدستور. يعني بعض الفقهاء الفرنسيين رفعوها فوق مقام الدستور. يعني مثلا أعتقد أنه فقيه كبير جدا زي دوجي ده فقيه قانوني فرنسي شهير، قال أنه قيمة المقدمة الدساتير تعني أن الدستور نفسه لابد أن يلتزم بما ورد به لأنها أعلى من قيمة الدستور. هو بس أنا أحب أن أقول شيئا. فعلا. في مصر قبل 52 وكان عندنا يعني كان عظماء المثقفين. طه حسين أنت تتحدث عنه. لا أنا عارف أنت تحن لما قبل 52 يعني. ومصر العقار يعني رغم اننا أقدر على فكرة احنا كنا الأول ممكن نتوارى، لكن انا عارف انتماءاتك الوفديه. لا انا طول عمري لا الوفدي لحزب الوفد هو وكمني بس الدستور كله وحده واحده طبعا. يعني الديباجه متسقه، انا قرات الدستور لا انا متسقه تماما مع متن الدستور مع مواد الدستور، وهو كله وحده واحده يرجع للديباجه ويرجع للمواد مفرده. انا كنت ويقبل بعضه بعضا يعني. وكان المثقف مشيد زمان، واخد بالكم، كان مشيد بيه وكان ملقى الضوء عليه، بخلاف فعلا الايام اللي احنا عشناها الاخيره الاولى. لا انا كنت كانوا مهمشين. احب ان اقول شيئا. ان مصر هذه العظيمه لم يكن لها يعني وزير ثقافه. الان عندنا وزاره ثقافه، وزير ثقافه، يعني ومع ذلك اين العقاد؟ اين طه حسين؟ اين محمد مندور؟
أين توفيق الحكيم، أين نجيب محفوظ، وكل هؤلاء خرجوا من عباءة ما قبل 52، حتى وإن ظهر يعني بعضهم بعد 52، انما يعني ما طلع عندنا فتح، خاصتهم. طلع يا دكتور خالد، طلع فتحي غانم، طلع يوسف ادريس، طلع سعد الدين وهبه، طلع يعني محدش يقدر، لانه مصر هي دي حلقات متصله. ده استاذ ربيع ده جمال الدباجه ديت، انه تشير الى القوه الناعمه لمصر بالظبط. والرياده الثقافيه. صح. احنا عندنا قمم ثقافيه وفكريه وفنيه، قمم رائعه في كل المجالات. فدي قوه ناعمه لمصر. عندنا مؤسسات زي مؤسسه الازهر ومؤسسه الكنيسه، وعلى دي فكره قوة على ناعمة برضه لمصر. كلام الاستاذ محمود، المثقفون موجودون، طب أعود لكن دعوها لتكن لا قوة. انا بس هاخد كلمه الاستاذ محمود زيان، لانه هو اشار الى الكنيسه والازهر. هذا تماما ما ورد في نفس هذا البند 11 لما تحدثنا عن مجامع مصر العلميه واللغويه ومراكزها البحثيه وصحافتها وادابها واعلامها، نفس التكمله بقى، وكنيستها الوطنيه وازهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قواما على هويه الوطن، راعيا للغه العربيه الخالده والشريعه الاسلاميه الغراء، ومناره للفكر الوسطي المستنير. الله. يعني هذا ما فده كلام تاكيد لكلام الاستاذ محمود.